بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصحاب الفخامة، السيدات والسادة الأفاضل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أنقل إليكم تحيات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتمنياته الصادقة بنجاح أشغال وفعاليات هذه القمة الهامة. وقد حالت اعتبارات تتعلق بأجندته الرسمية المكثفة دون تمكنه من المشاركة شخصياً في هذا الحدث القاري البالغ الأهمية، فكلفني بتبليغ خالص تحياته الأخوية وتقديره الكبير لأخيه فخامة الرئيس جواو لورانسو رئيس جمهورية أنغولا ورئيس الاتحاد الإفريقي، عرفاناً بمبادرته الكريمة في احتضان هذا الموعد القاري الفارق، وبما يبذله من جهود صادقة لتعزيز وحدة أفريقيا وخدمة قضاياها الحيوية. واغتنم هذه المناسبة لأعبر عن خالص الشكر والتقدير لما لقيناه من حفوات الاستقبال وكرم الضيافة في هذا البلد الشقيق الذي يعكس عمق الروابط الإفريقية المتجذرة التي تجمع بين بلدينا وتجسد روح التضامن والوحدة التي نحرص جميعاً على ترسيخها. ولا يفوتني أن أثمن الجهود المتميزة التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة النيباد، متمنيا لهما التوفيق في التنظيم المحكم لهذا الحدث القاري البارز الذي يأتي في توقيت دقيق يؤكد إرادتنا المشتركة على تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات التنموية الراهنة التي تشهدها قارتنا. ويأتي اجتماعنا اليوم ليكرس قناعة راسخة لدى شعوبنا بأن البنية التحتية ليست مجرد هياكل مادية، بل هي شريان التنمية ومفاتيح التكامل الإفريقي، وهي الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والتنمية المستدامة على المستوى العالمي. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة الأفاضل، إن الجزائر التي ظلت مؤمنة بوحدة المصير الإفريقي ومتمسكة بمبادئ التضامن والأخوة تواصل التزامها الثابت بدعم مسار التنمية الشاملة في قارتنا، انطلاقاً من قناعتها بأن النهضة الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق إلا عبر إنشاء بنى تحتية متكاملة وعصرية تستجيب لتطلعات شعوبنا وتواكب تحديات عالم متحول. ولتحقيق هذه الرؤية يتعين علينا توفير بيئة مواتية تتيح حركة سلسة للأفراد والبضائع والخدمات عبر شبكة مترابطة من الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية والفضاءات الرقمية ومصادر الطاقة، بما يعزز الانتماج الإقليمي ويوحد الأسواق الإفريقية. ولا يخفى على أحد أن الاستثمار في البنية التحتية يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي ومن أبرز عوامل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، مما يعزز مناعة اقتصاداتنا وقدرتها على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق بادرت الجزائر إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى ذات بعد قاري، وحرصت على تعبئة الموارد المحلية والانفتاح على شراكات مبتكرة ومتعددة الأطراف بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الداعمة. السيدات والسادة الأفاضل، لقد التزمت الجزائر عبر مختلف المراحل
بدور فعال في دعم التنمية الأفريقية من خلال إطلاق وتنفيذ مشاريع واعدة تجسد قناعاتها الراسخة بأن التعاون والتكامل هما السبيل الأنجع لتحقيق الرفاه المشترك. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر ب5 دول إفريقية ويسهم في فك العزلة عن دول الساحل وتحويل الممر إلى محور اقتصادي وتجاري حيوي. ثانيا مشروع ربط الجنوب الجزائري بشبكة السكك الحديدية في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع هذا الربط مع دول الجوار لدعم التكامل الإقليمي والتنمية المشتركة. مشروع الطريق الرابط بين تندوف وزويرات في موريتانيا الممول من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتسهيل الربط بين شمال وغرب إفريقيا. مشروع وصلة للألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يهدف إلى تعزيز البنية الرقمية وتدعيم الاقتصاد الرقمي في منطقة الساحل لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية. مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري عبر النيجر الذي يمثل ركيزة استراتيجية للتعاون القاري في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة جنوب جنوب. السيدات والسادة الأفاضل، وعلى المستوى الوطني تواصل الجزائر تنفيذ ما لا يقل عن 50 مشروعا رئيسيا للبنية التحتية في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية عدة من أبرزها مشروعان استراتيجيان للسكك الحديدية. الأول يمتد على مسافة 950 كيلومتر لربط منجم غار جبيلات الخام للحديد بمدينة بشار، والثاني بطول 420 كيلومتر لربط ميناء عنابة بمنطقة جبل عنق تبسة في إطار مشروع وطني ضخم لتطوير شبكة النقل وتعزيز التكامل الاقتصادي. إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر، 4 منها دخلت الخدمة فعليا في ولاية وهران وتيبازا والطارف وراس جانت، والخامسة قيد الإنجاز بمدينة بجاية. توسيع شبكة مترو الجزائر العاصمة ليشمل المطار الدولي وعدد من الأحياء الجديدة بما يسهم في تحسين النقل الحضري وتقليل الانبعاثات. برنامج وطني طموح لبناء 2,000,000 وحدة سكنية. أعيد، برنامج وطني طموح لبناء 2,000,000 وحدة سكنية وتطوير أقطاب حضرية كبرى عبر مختلف الولايات لتلبية الطلبات المتزايدة على السكن وتعزيز التوازن الجهوي. كما تسعى الجزائر انطلاقا من إدراكها العميق لأهمية التحول الرقمي إلى تعزيز بنيتها التكنولوجية وتحويلها إلى مركز إقليمي رائد في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي في إفريقيا، بما يتيح دمج اقتصادنا في سلاسل القيمة الإقليمية العالمية. السيدات والسادة الأفاضل، وإيمانا منها بالدور المحوري للبنية التحتية في تحقيق التكامل القاري وتعزيز السيادة الاقتصادية الإفريقية، تدعو الجزائر إلى تبني رؤية عملية واضحة تتجاوز حدود الالتزامات السياسية إلى آليات تنفيذية ملموسة تقوم على ما يلي: 1. تسريع استكمال المشاريع الرئيسية للقارية المدرجة ضمن مبادرة تطوير البنى التحتية في إفريقيا في أجال محددة مع ضمان المتابعة السياسية والفنية المستمرة من أعلى المستويات. 2. وضع آلية تنسيق دائمة بين الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي والمؤسسات المالية الإقليمية لضمان حسن تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتبادل الخبرات التقنية والمالية. 3. إزالة العراقيل التقنية والإجرائية والتمويلية
التي تعيق تقدم المشاريع الكبرى واعتماد مقاربة مرنة تراعي خصوصيات كل منطقة. رابعاً، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعبئة الموارد الإفريقية أولاً قبل اللجوء إلى التمويلات الخارجية مع تشجيع الحلول المبتكرة مثل الصناديق السيادية الإفريقية المشتركة. خامساً، إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر القاري الحقيقي التي تخلق فرص عمل وتربط بين الاقتصادات وتدعم الأمن الغذائي والتقوي والرقمي في أفريقيا. السيدات والسادة الأفاضل، إن تحقيق أهداف قارتنا لن يتأتى إلا من خلال إرادة جماعية صلبة تترجم الأقوال الأفعال والنوايا إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. فالبنية التحتية ليست مجرد منشآت هندسية، بل هي أداة للتغيير والتحول ومرآة لإرادتنا في بناء أفريقيا جديدة تسير بخطط واثقة نحو الازدهار والسيادة. كما أن التكامل القاري، السيدات والسادة الأفاضل، لن يكون شعاراً نردده بل واقعاً نعيشه حين تصبح مشاريعنا القارية ثمرة رؤية إفريقية خالصة تجسد طموحات شعوبنا وتستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بكل واقعية ومسؤولية. ومن هذا المنطلق تدعو الجزائر بكل وضوح وإيمان إلى تعزيز التنسيق الفعال بين الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء من أجل توحيد الجهود وتفادي الازدواجية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية. كما تؤكد الجزائر على أهمية إرساء آلية تقييم ومتابعة دورية تضمن الشفافية والمساءلة وتحول الخطط إلى نتائج ملموسة تحدث فرقاً حقيقياً في حياة مواطنينا. وفي الوقت ذاته تؤمن الجزائر بأن بناء المستقبل لا يمكن أن يتم دون إشراك الفاعلين الحقيقيين في التغيير، وهم الشباب ذكور وإناث الذين يشكلون القلب النابض للقارة الإفريقية والعنصر الأكثر قدرة على الإبداع والتجديد. كما تدعو الجزائر إلى توسيع فضاءات التعاون جنوب جنوب بما يعزز الاعتماد المتبادل ويحد من التبعات الاقتصادية ويكرس مبدأ الاكتفاء الإفريقي القائم على التضامن والتكامل الذاتي. وانطلاقا من هذه التوجه تؤكد الجزائر استعدادها الكامل لمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة ومع مؤسسات الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية القارية وترسيخ التكامل الاقتصادي الذي يشكل أحد أعمدة رؤيتها الأفريقية المستنيرة المستلهمة من توجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الداعية إلى بناء إفريقيا قوية موحدة ومزدهرة تتكلم بصوت واحد وتتحرك بإرادة واحدة نحو المستقبل. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة الحضور، وفي الختام أود أن أعبر عن خالص تقديري وامتناني لكل من ساهم ويساهم في إنجاح عمل هذه القمة التاريخية. إن أملنا كبير في أن تترجم توصياتنا وقراراتنا إلى خطوات عملية تحدث نقلة نوعية في تنفيذ مشاريعنا القارية وتفتح أمام إفريقيا آفاقاً أرحب من التكامل والازدهار. فإفريقيا اليوم تملك كل مقومات النهضة وكل عناصر القوة، وما علينا الآن إلا أن نحسن استغلالها والتوجه بها نحو مستقبل يصنعه أبناؤها وتفخر به أجيالها القادمة. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Os nossos agradecimentos.